سؤال ثالث: هل ترضون أو يرضى سماحة العلماء أن يزوجوا بناتهم متعة؟ هذا مثل واحد يقول: أنت هل ممكن تزوج بنتك إذا واحد مسافر غريب تو جاي، تزوج بنتك ويطلقها بعد ساعة بعد ما يفضها، ترضى؟ فنفس الجواب بكون نفسه. واضح؟ واحد مسافر غريب اجى، انت تنطيه بنتك تتزوجها ويطلقها بعد ساعة او ساعتين من بعد ما يزيل بكارتها، ترضى؟ وبكون نفس الجواب. طبعا اكو مسألة: الحب والرضا والكراهة ما لها دخل في التحريم والتحليل. إذا سيد العقلاء وهو النبي محمد، صلى على محمد وآل محمد، إذا سيد العقلاء النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مارس المتعة، أنت ليش تستذكرها يا أخي؟ إذا نفس علي عليه السلام كما ورد ابن بابوي ينقل أن علي نكح امرأة متعة من بني نهشل، نفس الإمام علي تمتع، هذا إمام المتقين سيد الوصيين، إذا تمتع أنت تستنكر؟